السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني 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 جدا جدا جدا. عشان بقالي كتير والله مش بصور. صراحة انا زعلانة منكم قوي قوي قوي، عشان ما حدش بيحط لي ولا الاشتراك ولا اللايك. زعلانة منكم جدا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل بانيه وشوية مكرونة، حاجة خفيفة كده، وشوية سلطة. وفي عندنا بردك مخلل، اللي عايز مخلل براحته، اللي عايز سلطة براحته. هنعمل شوية مكرونة وهنعمل شوية بانيه. تتبيلة البانيه ايه بقى؟ هنحط، مش هنحط بصل خالص من اللي هو البلدي. هنحط بودر، توم بودر وبصل بودر. ادي كده هنحط بقى بصل بودر وتوم بودر. تمام. وهنحط فلفل اسمر، شوية فلفل اسمر. وهنحط ورق لورا وحبهان. هنحط ورق لورا الاول حاجة، هنحط الحبهان. هنفتح الفصوص عشان تعمل ريحة اكتر في البانيه، اما هي مقفولة. هنفتح اللي هي الحبة هنا. تمام. وهنحط ورق لورا. دي تتبيلة البانيه، انا عملتها معاكم قبل كده بس بطريقة تانية. وهنحط شوية لبن. جبنا اللبن اهو. وهنحط كركم، شوية كركم. تمام. وشوية كاري، كركم وكاري. وهنحط ليمون. جبت الليمون اهو بعد ما حطيت الحاجة. الليمون هنحطه. تمام. نعصره كويس اهم حاجة. نعصر ليمونة كاملة. نعصرها كده. ونحط عليها شوية لبن. حبة صغيرة. وهنحط ملح. وشوية خل. تمام كده. هنقلب الحاجات دي كلها مع بعض. تمام. هننقعهم بقى يجي ساعتين 3. ننقعهم قبلها بيوم. هنحط البانيه بتاعنا اهو. تعصري من الميه كويس. بسم الله. اهم حاجه نغسله كويس اهو. وهنقلبه بايدينا بقى عشان ايه كل حاجه ايه تخش جوه بعضها. هنقلبه في التتبيله اللي احنا عملناها دي الجميله دي اهي. البانيه ده في قطع منه خفيفه، في منه قطع تخينه، فمش هتنفع للقلي، فهضطر اعملها ايه رفيعه. التخينه هعملها شرايح رفيعه. تمام. والرقيقه هقليها عادي، عشان التخينه دي ما تنفعش يعني اعملها حته بانيه يعني كامله عشان تخينه.
هعملها زي الستريبس كده رفيعه. ماشي. هنتبل التتبيله حلو، اهم حاجه تقعد بقى ساعتين، تقعد 3، وممكن برضك تتبليها قبلها بيوم، هتبقى حلوه برضه. ونجهز البقسماط بتاعها والفيجيتار. وبعد ما التتبيله دي تتبل ان شاء الله وتخلص، هنحط فيها بيضه. البيضه مش هحطها دلوقتي، تمام؟ هي كده ناقص على البيضه اللي هنحطها بس كده، تمام. هروح بقى نجهز البقسماط وبعدين ارجع لكم. كده البانيه بتاعنا خلاص اتبل، وحطيت عليه بيضه اهو. خلاص احنا عملناه طبعا مع بعض، والتبل يجي ساعتين او 3 اهو. وحطيت عليه بيضه. والبقسماط بتاعنا حط عليه كيس فيجيتار، وحط عليه دقيق ذرة اللي هو لونه اصفر، دقيق الذرة الاصفر. حطيت يجي كوبايه، وحطيت فيجيتار وفلفل اسمر وملح اهو، ومعلقتين نشا. ده اللي هو ايه هعمل بيه البانيه، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولعنا على الزيت يسخن عبال ما ايه نعمل بالبقسماط، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نقص كده البانيه، واللي هي الحته التخينه هنعملها بالمقص رفيعه، الحتت اللي هي العريضه، تمام، اللي هي زي دي. بصوا الحتت العريضه اللي هي زي دي اهي، حتت عريضه دي بقى ايه هنعملها بالمقص زي الستريبس اهي. بصوا بصوا عملتها رفيع اهو اهي، الحتت اللي هي العريضه، تمام. اي واحده عريضه هعملها ستريبس. بالمقص اللي هو بتاع الاكل اللي بنعمل بيه السمك، تمام. هنقصقص ايه كلهم عشان كلهم عروض اهو، هعملهم كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف بقى ايه الزيت بتاعنا سخن سخن اهو. هنحط بقى ايه عشان البانيه يتقلي. بسم الله. نعلي النار شويه. الخلطه اللي انا عاملاها دي جميله، وفي خلطات تانية برضك انا كنت عاملاها معاكم على اليوتيوب اهي. لما بيكون الخلطة البانيه اللي معاكي تخينة شوية، ممكن تعمليها زي الصوابع زي الستريبس. لو خفيفة خلاص تعمليها زي حتة البانيه اهي. اللي بلاقيها تخينة بعملها بالمقص، والرقيقة خلاص ما بقصهاش اهي، تمام كده. نسيبهم بقى يتقلوا. طلعت دي. نشوف بقى الحتت اللي هي احمرت عشان نقلبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لونه عامل ازاي؟ ما شاء الله. نوطي النار شويه عشان ايه الزيت ما يتحرقش. في مكان كده نحط تاني. لما تيجي تحطوا البقسماط هتحطوا فيجيتار ودقيق من اللي هو الاصفر اللي هو دقيق الذره وفلفل اسمر وملح ومعلقتين نشا. ولو عندك بقسماط من التاني حطوا بردك شويه من اللي هو البقسماط العادي اللي هو بتاع البانيه، تحطوا بردك شويه وكيس الفيجيتار. الكفر بقى بتاع البانيه ده ما بيقعش خالص، يبقى ناشف وكريسبي يعني جميل جدا. جربوا بس الخلطه دي هتعجبكم قوي. نوطي عليه شويه عشان ايه يستوي ويبقى حلو. كده خلاص طلعت اول طاسه طلعتها اهي، وهنحط الطاسه الثانيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نحط كمان واحده، نضيق كده شويه، نعلي النار شويه. اهي اخر واحده اهي. شويه كده بقى ايه نطلعهم يكونوا احمروا. كده خلاص قلينا البانيه بتاعنا اهو مقرمش وجميل. بصوا انا هجرب لكم بحاجه. بصوا عامل ازاي. بصوا ناشف ازاي وجميل. بصوا جربوا بس طريقتي هيعجبكم قوي. اهو الكاميرا والله العظيم ظلماه اهو. بصوا حلو ازاي جميل جدا. بصوا ثواني كده. بصوا عامل ازاي. بصوا عامل ازاي. وعملت بقى شويه مكرونه اهم، شويه مكرونه اهي، مكرونه مسلوقه. وعملت شويه صلصه اهي، الصلصه اهي جنب بقى شويه مخلل جنب سلطه براحتكم. بس انتوا اهم حاجه اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك وتدوسوا على الكل عشان يجيلكوا كل جديد من ام نور. ايه رايكم؟ حلو جدا اهو. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.